السلام عليكم، مش عارفة أقول لكم مساء الخير والّا صباح الخير والّا إيه بالضبط. أنا دلوقتي بالضبط أقول لكم فين. أنا دلوقتي في التوقيت الحالي من بعد المغرب مثلًا كده، يعني حلوين كده، يعني داخلين نقول مسا. كنت بعد المغرب اتغدينا وكل حاجة، فرُحت قُلت والله أبدًا ما هانام أبدًا، كنا صايمين بقى صيام والجو ده، فقُلت بقى إيه، كل سنة وأنتم طيبين، الأيام بقى نصف من شعبان وكده، فقُلت خلاص نصوم. ف جِبت بقى إيه، الصابون اللي هو البريل بتاع المواعين وحطيت عليه نقطتين خَل كده حلوين عشان لو في زفارة في المواعين والحاجات دي تنضّفها، وبانزل أهو. أنا عندي الرخامة ما شاء الله كبيرة جدًا، فأنا باحط طبق كده كبير وباصفّي فيه الحاجة بتاعتي وساعات باصفّيها على الرخامة مش هاكذب عليكم. وباصفّيها وبعد كده باروح أحطها إيه بقى، في حِتَت المطبخ بتاعتي، بتبقى سهلة جدًا وفي نفس الوقت بتكون ناشفة وجميلة، بحيث إن أنا ما احطهاش في المطبخ بتاعي تملى مثلًا إيه، صراصير يعني الصيف داخل، تملى نمل، الحاجات دي فهمتوني؟ لكن الحمد لله مطبخي نضيف جدًا وما بيجيلوش الحاجات دي خالص، لإني منضفة اللهم لك الحمد. بانضف المواعين كده لايك وشير وسبسكرايب في القناة لو أنتم لسه مش مشتركين، فعلوا لي الجرس وكمان كومنت حلو أوي يوديني في حتة تانية. ماشي. باحبكم جدًا يا أحلى فانز وأحلى متابعين، ربنا يدوم عليكم الصحة والعافية ويبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. كان شوية مواعين كانوا بتوع الغدا، يا نهار! والله العظيم يا حبايبي، وكان بتاع شُرب شاي بقى وشُرب سحلب بلبن والحاجات دي، بُصّوا كانت دربكة عندي، تمام. ربنا يعينكم ويعين الناس جميعًا، وجاي رمضان بقى والوقفة والكلام ده، بس الحمد لله رمضان مش يعني طَقّة واحدة، يعني طَقّتين، بس طَقّة السحور دي بتبقى جِبن والحاجات دي بتبقى خفيفة، لكن الفطار بقى هدّي بقى. نضرب المدفع مع بعضينا. ننضّف بقى المواعين والحوض بتاعنا ونضبّط الحوض كده وننضّفه عشان ننام بقى وتبقى إيه، حياتنا كده سَلِسة وجميلة ما فيهاش أي حاجة. ليه بقى باصوم دلوقتي الأيام بتاع نصف من شعبان وكده باحب أصوم فيها الإتنين والخميس، تمام. ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا حبايبي، ويعود عليكم الأيام بالصحة والستر يا رب، ويدخّل عليكم رمضان كده بالفرحة والسعادة والهنا والشروق كُلّه يا رب. ربنا يا رب يبارك لكم في أحبابكم ويحفظهم ليكم وما يضركم فيهم أبدًا يا رب، وتعيشوا رمضان كده دايمًا في سعادة مع حبايبكم وأخواتكم وأصحابكم وكل حاجة. بانضّف هنا المعالق والكلام ده باغسلها. أنا غسلت الكوبايات في الأول وبعد كده غسلت الأطباق، الحِلَل، وبعد كده باغسل إيه، المعالق، الحاجات دي، الشوك، الكلام ده اللي هو مكان المكرونة، مكان الشوربة، الحاجات دي. كنت عاملة النهارده أقول لكم تعالوا أقول لكم عاملة إيه، كنت عاملة صينية مكرونة بشاميل، تمام، وكنت عاملة عليها فراخ، تمام، وكنت عاملة شوية شوربة لسان عصفور، تمام، بس كده كانت الفطار بتاعنا. يعني كانت حاجة حلوة. ليه عملت فراخ وعملت مكرونة بشاميل، يعني كنت ممكن مكرونة بشاميل كفاية عشان اللحمة والكلام ده، بس هاقول لكم ليه، عشان كانت أختي معزومة النهارده عندنا، تمام، كانت هي وجوزها، فرُحت قُلت إيه، لأ خلاص هاعمل النهارده فراخ وإيه، مكرونة بشاميل، عملت صينية مكرونة بشاميل صغنطوطة كده حلوة على قدّينا، وعملت إيه، فراخ مشوية حاططها إيه، في صينية مع البصل والحاجات دي والتوم والفلفل والحاجات دي وادّيها، بقى كانت حلوة جدًا، تمام. بس كده. وكانت الحوض مسدود عندي هنا عشان كان في بواقي رز، جبت المسد بتاع السدادة ديّة بتاعة السلاكة بتاعة الحوض، ورُحت نزلت بيها، بس كده. خديني خلّصت المواعين، واديني باشطف الحوض بتاعي بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، باغسله وبانضّفه كده زي ما أنتم شايفين، زي الفل، حلو جدًا. وبعد كده باشطفه بالمَيّة بقى وباضبّط الحالة اللي أنا فيها كده، بُصّوا، بس كده، سهل جدًا، وكده نضّفت وخلّصت مواعيني وضبّطت حاجتي، هاقفل بقى المَيّة وتعالوا أقول لكم هنعمل إيه بعديها. شايفين المنظر حلو جدًا ما شاء الله، هاسيب المواعين تتصفى وبعد كده أحطها، بس كده. هنعمل بقى fruit salad، تمام، يعني سلطة فواكه، تمام. معايا مانجاية هنا حلوة مطلّعاها من الفريزر، ومعايا 3 موزات كده هاقطّعهم زي ما أنتم شايفين كده، يعني تقطيع، فهمتوني؟ دواير. وبعد كده كان عندي تفاحة، وكان عندي برقوق، تمام،
برقوق اللي هو الأحمر ده. قطّع بقى الموز 3 موزات قطّعتهم، عندِك أي نوع فاكهة حُطّي ما فيش مشكلة، تمام. أنا كان عندي برتقان بس قُلت لأ بلاش برتقان بقى. جِبت البولة بتاعتي ونزلت بقى إيه الموز بتاعي. الموز اللي وقع ده الرخامة مغسولة ونضيفة، فقُلت إيه خسارة، رُحت حاشطهم. عندي هنا بقى التفاح قشّرته وحِشت البتاعة اللي بتبقى في قلبها دي، وبعد كده باقطّعه كده قطع، يعني قطع صغنطوطة مكعبات، بس كده سهل، سهل. وأحلى fruit salad. كنا قاعدين بقى في العشا والكلام ده يعني بعد ما اتغدينا يعني بعد ما فطرنا قصدي. كان وقت يعني يعتبر العشا لو كان في الأيام العادية تمام، اللي هو الأيام العادية من غير صيام. عملت لهم fruit salad كده حلوة، حبسوا بيها حبسوا بيها كانت تحلية حلوة بعد الفطار. وحبسنا وملينا كرّوشتنا وخلاص. والفيديو اتعمل لكم، وكان يا رب يكون فيديو كده خفيف على قلبكم كده. والبرقوق قطّعته زي ما أنتم شايفين كده. بس يا حلوين هنركنها على جنب وتعالوا نشوف المانجا اللي عاملاها. ليه حاطة مَيّة في المانجا؟ لإن المانجا متلجة وأنا يعني جسمي ما بيستحملش المَيّة الساقعة أوي، فباتعب منها، فباحط المَيّة السخنة كده عشان بحيث إن أنا إيدي تتحط فيها على طول، باحط إيديّا فيها شوية. وباقشّر المانجا وهي متلجة بتبقى مش مطلّعة حاجة في القشرة والكلام ده، وباقطّعها زي ما أنتم شايفين كده في البولة بتاعتنا، تمام. آآ لو أنت عندِك أولاد ما بتاكلش الفاكهة، عندِك مثلًا عندِك شوية فاكهة كده في التلاجة لو ولادِك قاعدين ومش راضيين ياكلوهم وسايبينهم هيبوظوا، حرام. يعني اعمليهم fruit salad. عندي هنا بقى حطيت كوباية مَيّة صغنطوطة بس، يعني شوب كده، ومعلقتين كبار من العسل النحل الحلو ده، هنحليهم النهارده بالعسل النحل. ومثلًا معلقة سكر مثلًا عشان تضبط معانا القوام بتاعنا. وهاجيب الخلاط بتاعي وهاحط بقى، بس أنا بصراحة حليت المرة دي بالعسل. العسل حلو جدًا، جدًا. حطيتهم كده ونزّلت العسل ونزّلت كل الكمية بتاعتي في الخلاط الحلو ده زي ما أنتم شايفين كده، وهاضربهم. أهم حاجة المانجا تكون تقيلة مش خفيفة، لإن إحنا مش عاملينها عصير، إحنا عاملينها fruit salad. تبقى مجمدة تبقى تقيلة كده، ويبقى مثلًا مش مضروبة كويس، يعني ما تضربهاش كويس مش أوي، تبقى فيها حبيبات كده وقطع حلوة بتبقى حلوة جدًا. وبعد كده هاصُب المانجا مع البتاع ده الفاكهة اللي مقطّعاها، وهاقلّب، أقلّب كده يا خراشي على دي fruit salad. عندِك كوباية زبادي عادية أو بفراولة حُطّيها هتبقى تحفة، باحطها على طول. بس عندِك معلقة كريم شانتيه حُطّي، بس للأسف ما كانش عندي فقُلت خلاص ما فيش مشكلة. هاجيب الأطباق بتاعتي وهاصُبّها في الأطباق بتاعتي. صُبّي على حسب ما أنتِ عايزة. أنا صبّيت 2 والباقي بدأت إن أنا يعني بدأت إن أنا أصُب براحتي بقى عشان كان أقفل الفيديو بقى عشان العيال كانوا عمّالة يتنططوا وقارفينّي، ما كنتش عارفة إن أنا أصوّر خالص، تمام. حطيت بقى بالكبشة الصغنطوطة الحلوة دي في الأطباق. هاورّيكم بقى النتيجة النهائية، بس قبل ما أورّيكم لايك وشير لو استمتعتوا بالفيديو، تمام. شيّروا الفيديو كده واعملوا لي كومنت حلو بقى. شايفين أحلى طبق fruit salad فظيع، شبيه للكوكتيل بس جميل جدًا، جدًا. يعني ممكن تسميه كوكتيل ما فيش مشكلة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.